اهلا وسهلا بكل متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده وصفه كنج نواعم العيد اللي كل منتظرها، وهي البيتي فور. عاوزه اقول لكم، اللي جرب شغل البيت اللي معمول بخامات نظيفه ووصفات احترافيه استحاله يعرف ياكل من اي محل بره تاني. وده بناء طبعا على سنين تجارب كتير. احنا بنعمل عظمه بفضل الله تعالى. اهم حاجه تسمعيني كويس قبل التنفيذ. حاولي على قد ما تقدري، على قد ما تقدري توزني مقاديرك في اي سوبر ماركت، اي عطار، اي لبان، اي حد انت متعوده تشتري منه حاجتك قبل الشغل. صدقيني هتتفاجئي بنفسك لو مقادير اتوزنت. تمام، هتفرق جدا معاكي. النهارده مقاديرنا تنفع كيس وتنفع مكنه، بس في تفاصيل هتتغير في الوصفه شويه، حاجات بسيطه قوي. عشان لو هتعمليه بمكنه ولا حاجه. اول حاجه انا معايا 800 جرام من الزبده اللي هما بيعادلوا 4 كوب. لو المقدار كبير عليكي تقدري تعملي كوبايتين بس، هنقسم المقادير. الزبده لازم تكون بحراره المطبخ زي كده. لو انت هتعملي بقى في مكنه، المقدار ده هينقص ربع كوبايه من الزبده، يعني بدل 800 جرام هيبقى 750 جرام. هنزل بالزبده بتاعتي في العجين، وزي ما قلت لكم الزبده لازم تكون بحراره المطبخ. نوع الزبده المستخدم النهارده ايرلندي. تقدري تستخدمي اي نوع تاني ما عدا البقري. البقري فيها نسبه ميه كتير، هتنشف معاكي البيتي فور، فبلاش. معايا مقدار السكر النهارده، معايا 200 جرام من السكر البودر، وانا ما بزودش السكر عن 200 جرام علشان السكر لو زاد بيفرش معاكي البيتي فور، وده سبب من اسباب البيتي فور ان هو بيفرش بسبب زياده السكر. حوالي كوبايه وربع من السكر البودر، ولو انت هتعملي نص المقدار حوالي كوبايه الا تلت. تمام. هنزل بالسكر البودر مع الزبده، وهضربهم كويس جدا جدا مع بعض لحد ما قوام الزبده يتغير معايا ويبقى هش ولونه يفتح. الحقيقه الخطوه دي محتاجه اما عجينه اما مضرب بيض عشان تديكي نتيجه كويسه. انا عايزه الزبده تفتح لونها، عايزاها تبقى هشه، عايزاها تبقى خف الكريمه. فلازم عشان توصل للمرحله دي مفروض مضرب او عجان. اول ما بتوصل معايا المرحله دي ببتدي ان انا انزل بالبيض بتاعي بيضه بيضه. انا النهارده مستخدمه 3 بيض كامل. طب يا شيماء لو انا هعمل نص الكميه اعمل ايه؟ اعملي بيضتين. تمام، لو انت هتعملي نص الكميه يبقى بيضتين كفايه قوي على المقدار. طبعا معلقه صغيره من الفانيليا، وانا بفضل الفانيليا السايله عن البودر علشان بصراحه بتضيع الريحه تماما تماما. اي زفاره. البيض لازم انزل بيه بيضه بيضه علشان ما يغيرليش قوام اللي انا حققته من ضرب الزبده والسكر مع بعض ويخليها تخرز. وكمان لازم البيض يكون بحراره المطبخ، تكوني مطلعاه من بدري من التلاجة على رخامه ياخد حراره الجو، علشان لو ساقع برضو هيخرز معاكي. فانا بحط بيضه بيضه، اول ما بتختفي بحط التانية لحد ما بخلص ال3 بيضات بتوعي. وشكل القوام في الاخر هوريهولكوا. طبعا من كل شويه بجيب سباتيولا وباخد من جوانب الحله علشان اضمن ان كل حاجه اتمزجت مع بعضها. في حاجه ممكن متكونيش شايفاها او المضرب ما يجيبهاش، فانت لازم من كل وقت للتاني تجيبي من جوانب الايه العجان بتاعك او الحله اللي بتعملي فيها. اخلص كميه البيض بقى بالشكل ده. لحد دلوقتي انت لو هتعملي في مكنه زي ما انت ماشيه معايا، ما عدا بس مرحله الزبده. الزبده بس هي اللي بتنقص 50 جرام. لحد كده انت ماشيه معايا مظبوط، مفيش اي اختلاف. بجيب كده من جوانب الحله، وده بيبقى شكل القوام يا جماعه بعد الوضع البيض. معايا هنا الدقيق بتاعي ده، انا هنا معايا كيلو من الدقيق، عليه رشه ملح فقط. الدقيق او البيكنج باودر ما بيتحط، يعني احنا ما بنحطش على الدقيق في البيتي فور بيكنج باودر خالص، لان انا بشوف وصفات كتير وناس كتير بتحط بيكنج باودر على البيتي فور، والبيتي فور ما بتحطش عليه بيكنج باودر نهائي، ما بتحطش عليه اي ماده رافعه عموما. تمام. لو انت كيلو دقيق ده كتير عليكي هتعملي نص كيلو دقيق، وطبعا ونصص كل حاجه فاتت انا ذكرتها. ورشه الملح دي نحطها عليه وبس كده. هو ده اللي نعمله. طبعا دقيق منخول. الدقيق ده مخصص للكحك والبسكوت، او دقيق ضحى، او دقيق اي نوع دقيق فاخر استخراج 72، وطبعا يكون نسبه البروتين فيه قليله مش عاليه. بخلط كده، ببتدي ان انا انزل الدقيق على الخليط وببتدي ان انا اخلط. اول ما بحس ان الدقيق اختفى، بدأ يختفي، يبقى انا كده تمام وجاهزة للشغل بتاعي. وصفة الكيز بشتغل بيها على طول. اول ما بوقف العجان بتاعي بشتغل بيها على طول. اما وصفة المكنة بريح العجينة نص ساعة. لو في الحر يبقى في التلاجة، لو في الجو ده يبقى بره عادي متغطية، وبشتغل بيها بعد نص ساعة. بس كده.
ده الفرق ما بين ده وما بين ده. النهارده انا هستخدم كيس الحلواني، وده الرقم التيب اللي انا اشتغلت بيه رقم 195، بيبقى السنون متنيه كده بسيط. وده تيب تاني بيتعمل بيه الصوابع الرفيعه بتاعه البيتي فور، بس الحقيقه النهارده انا ما استخدمتوش، بس حبيت اوريه لكم اللي حابب يستخدمه او اللي حابب يعرف. انا استخدمته السنه اللي فاتت في بيتي فور بتاع السنه اللي فاتت. تمام. ده الكيس الحلواني برضو اللي بتسأل عليه كتير. هو كيس بيبقى قماش ومن جوه جلد يا جماعه او مشمع، بحيث ان العجينه ما تتشربش منه السوائل وبرضو تتزحلق منه هو نازل. البيتي فور بيتشكل بكل سهوله من الكيس، بينزل من الكيس بكل سهوله، مش متعب خالص زي ما انتم شايفين كده. بتتشكل الوردات بتاعته في كل سهوله. الحقيقه التيب ده بيدي ورده نقشتها بارزه، تحفه تحفه تحفه. رقم 190 ده انصحكم بيه ان انتوا تجيبوه، بجد هينفع معاكم قوي، هيخلي البيتي فور بتاعكم رائع. احنا مش بنعمل مسافات كبيره لان هو اصلا ما شاء الله ما بيفرش، يا دوبك انا بعمل مسافات صغيره. هو زي ما بيدخل زي ما بيطلع، يا دوبك حاجه بسيطه لا تذكر، يكبر بس حاجه بسيطه لا تذكر. وبيكون بالشكل ده. الصاجات بتاعتي مش مدهونه اي ماده دهنيه نهائي. اما بالنسبه لبيتي فور الشوكولاته انا ما عملتش فيه اي حاجه غير انا خدت نص كميه العجين بتاعي، وضفت عليه معلقه كبيره من الكاكاو، وحطيت كمان عليهم نص معلقه من السمنه او الزبده، وتقلبي وتخلطي. هو ده بيكون شكل بيتي فور الشوكولاته. اما بالنسبه للتسويه انا بساوي على حراره تحت المتوسط 170. بيقعد طبعا فرن ساخن مسبقا، بيقعد حوالي 15 ل 20 دقيقه، وبياخد لون موحد من فوق ومن تحت من غير تشغيل شوايه خالص. ما بنشغلش الشوايه، رف طبعا اوسط او فوق الاوسط كمان، بس بنشغل الفرن قبلها بحوالي ربع ساعه على الاقل. تمام كده. وده شكل البيتي فور بتاعي. ما كبرش، خد النقشه بارزه بتاعته، ما فرش عشان طبعا انا ما حطيتش سكر كتير. النقشه بارزه لان انا ما حطيتش ماده رافعه، لان اي ماده رافعه بتضيع معالم النقشه بتاعتك. فكل حاجه ماشيه مظبوطه معاكي. وده شكل البيتي فور بتاعي النهارده. حقيقي 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 انا نفسي اي حد يجيب لي محل حلواني كبير بيطلع الجودة دي. طعم. انتي لو جبتي خامات نظيفة واستخدمتي ومشيتي صح، صدقيني هتتفوقي عن اكبر محل موجود انتي ما تحلميش بيه. الوصفة النهاردة يعني بجد وصفة ملهاش حل. عشان ما اطولش عليكم، انا مسكت كل اتنين ابيض وشوكولاته لزقتهم مع بعض. انا لزقت بنوتيلا، او تقدري تلزقي بشوكولاته خام، او تلزقي بمربى. بس عيب المربى الوحيد ان هي بترطب البيتي فورايه بعد كده، لان البيتي فورايه بتشرب السوائل اللي موجوده في المربى فبتطرى. بس في ناس بتحبه كده، والمربى بتنشف. فهو ده عيب الوحيد بتاع المربى. انا بعشق البيتي فور بالمربى، بس ده عيبها الوحيد. فانا حشيتها النهارده نوتيلا عشان تبقي ماشيه مظبوط وماشيه كده. احشي الاول كله وبعد كده ابتدي زيني بقى تزيين. انا النهارده عندي محضره كده شوكولاته بيضه وشوكولاته بالحليب، مسيحاهم على حمام مائي او في الميكرويف 30 ثانيه. وبعدين اي تزيين ده بقى بيرجع ليكوا وبيرجع لحسب ذوقكم واختياراتكم. مفيش اي يعني، كلنا شاطرين وكلنا كل واحد ليه ذوقه. انا النهارده حطيت كده مكسرات مجروشه، بندق ولوز وفستق. وجبت العين الجمل بتاعي ده، جبت فرشه كده ودهنته من الدست الذهبي عشان يديني شكل حلو بالشكل ده. كل ده طبعا اختياري. عين الجمل ده انا عاملاه بفرشه كده من الدست الذهبي. ودي طبعا وايت شوكليت. الشوكولاته نسيت اقول لكم ان احنا بنحط عليها معلقه زيت وهي بتتسيح علشان تدينا القوام الخفيف ده اللي هو يثبت على البيتي فور. اما البيتي فور ده انا عملته بورق الذهب. ورق الذهب ده بيتباع برضو عند اي محل خامات حلواني. بتجيبي كده بتقطعي منه حتت صغيره، بتلزقيها كده على الشوكولاته، حتى وهي حتى لما جمدت بتلزق معاكي بكل سهوله، بس بتدي شكل فخيم جدا جدا، يعني بشكل بصراحه فخم قوي. بس كده. قولوا لي بقى مين اي محل عرفوني عليه يبيع البيتي فور بالفخامه دي. حقيقي 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 بيتي فور فوق فوق الرائع. مش عشان انا اللي عاملاه، لا والله، هو فعلا كده. الوصفه دي ملهاش حل، حلوه جدا جدا. البيتي فور فعلا يستحق التجربه. التزيين كمان شيك جدا جدا جدا. اي حد لو انت حطيتي له الطبق ده والله ما هيصدق ان ده بيتي ابدا. تمام. وده البيتي فور الساده. الحقيقه مش محتاج تزيين يعني. الوصفه فعلا تستحق منكم ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. انا هستنى كده كده تطبيقاتكم على جروبي على الفيسبوك.
جروبي سفرة شيماء. للي ما يعرفوش انا عندي جروب على الفيسبوك اسمه جروب سفرة شيماء. اتمنى ان انتم تنضموا وتفرجونا تطبيقاتكم الحلوة على الجروب. طبعا اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وانا بامر الله تعالى هرد على حضراتكم. وده فيديو النهارده، اللي حابب يعرف اي حاجه يقول لي او يسالني على اي حاجه يكلمني. انا ما بحبش بقى افعص في الحاجه او اقعد اعملها كده، علشان الحقيقه دي نعمه ربنا وانا مش بحب اعمل كده. فانا بس هوريها لكم من جوه شكلها عامل ازاي حقيقه. بس يعني بيتي فورايا دايبه ومقرمشه في نفس الوقت، طعمها وطعم الزبده طبعا باين فيها، رائع 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 فوق الوصف. وده فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وانا بامر الله تعالى هرد على حضراتكم. اشوفكم على خير وكل سنة وحضراتكم طيبين ومع الف سلامة.